السلام عليكم ورحمة الله. نشرة أخبار الرياضة نقدمها لحضراتكم من النهار في الجزائر. أهلا بكم. حسم اتحاد العاصمة الديربي العاصمي أمام مضيفه مولودية الجزائر بثنائية دون رد في المباراة التي احتضنها ملعب 5 جويلية وشهدت حضور جماهيري غفير. تزينت بها مدرجات ملعب 5 جويلية بهذه الصور الكبيرة والجميلة جدا في هذا الديربي الكبير. الهدف الأول في المواجهة سجله المدافع بن من ركلة جزاء في الدقيقة 55، ثم أضاف المهاجم أسامة درفلو طبعا هذا الهدف الأول من ركلة جزاء. أسامة درفلو أضاف الهدف الثاني لاتحاد العاصمة في الدقيقة 85. فوز رفع من خلاله أبناء سوستارا رصيدهم إلى 15 نقطة في الصف التاسع، بينما تجمد رصيد المولودية عند النقطة 18 في المركز الرابع. On avait dit avec mon staff pour tous les joueurs, respectez les couleurs de l'USMA, soyez des hommes, montrez qu'on peut compter sur vous. Et ils ont répondu présent. Très satisfait. اللي ديربي كما نعرفوا يعني الاراده دي فوا تلعب دور، وكان دي بتي ديتاي يعني يلعبوا دور ثاني. نظن احنا امنا جوسكو بو، عرفنا مولودي الجزائر يعني كيفاش يلعبوا، قريناهم مليح لا بريمير ميطون. احنا لازم نفوزوا بالمقابله هذه، سينو نلعبوا كما يقول لك المراتب الاخيره. الحمد لله اللي فزنا، ودوك بالك هذا هو الديكليك. نطلب ايضا من اللاعبين ان شاء الله ينسوا المقابله هذه، الانصار ينسوا المقابله هذه، يخموا على المقابلات اللي راهم جايين. On n'a pas joué, je vous dis, on n'a pas développé notre jeu. Déjà en première mi-temps, je n'étais pas compté à la mi-temps parce qu'on n'a pas joué. On a joué comme si on avait les pieds attachés. Voilà, à un moment donné, il faut oser. On a un jeu où il faut oser, où il faut se montrer. On n'a pas développé, on mérite pas une victoire.